قرية شيخ سنديان، وهي قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور، وهي قرية كبيرة عدد سكانها بحدود 4000 شخص، كلهم كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية منذ نهاية العهد العثماني. يعمل أهلها بالزراعة، ويمتلك الأهالي أراضٍ على ضفاف نهر العاصي، ويعملون بهذه الأراضي، وهم يشكلون النقطة الأولى لسهل الغاب، أي بداية سهل الغاب. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة الكرد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولون، محام من منطقة درباسية. أتمنى على أهلنا في قرية شيخ سنديان أن يتعلموا لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأبنائهم، وأن يسموا أبنائهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا. دمتم أهلنا في قرية شيخ سنديان.